الصينية الجبارة معانا النهاردة فيها حمام كداب وفيها بانيه وفيها ستريبس وفيها أحلى رز كبسة، وكمان قدمت كمان جنبها سلطة المايونيز خطيرة جدا. ده كله بقد إيه؟ ب200 جنيه. جبت فرخة بقى وزنها معدي 2 كيلو ونص ب200 جنيه، طلعت منها الكمية الكبيرة دي ما شاء الله. عندي هنا بانيه طلعته، وكمان ستريبس، وكمان العظم هنستخدمه، والوركين أنا خليتهم من العظم تماما وهنشتغل فيهم وهنعملهم أحلى حمام كداب خطير جدا. بجهز بقى التتبيلة معايا. في كل طبق بحط 1.5 كوباية من اللبن الحليب ما شاء الله، وأي معلقة صغيرة في كل طبق زي بعض. بحط بقى بابريكا وتوم بودر وبصل بودر وكركم وكمون وفلفل أسمر ما شاء الله، وعندي بهارات فراخ اللهم بارك. شايفين حضراتكم كل طبق بياخد معلقة صغيرة من البهارات اللي أنا قلتلكوا عليها. أقلب بقى كل البهارات كده مع اللبن الحليب ما شاء الله، أدوبهم كويس جدا كده اللهم بارك. شايفين التتبيلة بقى شكلها عامل ازاي؟ خطيرة جدا وبتدي تطعيمة مميزة جدا. هنا بقى بزود شوية من الفلفل الأسمر، وكمان عندي معلقة صغيرة من الملح، لكل طبق معلقة صغيرة من الملح، وكمان بنزل بشوية من الزيت على الطبقين ما شاء الله. هنا بقى أنزل بأول تتبيلة معايا بالبانيه، وبعد كده التتبيلة التانية للستريبس معايا، واركنهم عندي بقى ايه على الرخامة. حابة تحطيهم في التلاجة مفيش أي مشكلة خالص. شايفين حضراتكم؟ بس أنا سبتهم على الرخامة لمدة نص ساعة، اتشربت كويس جدا معايا. اجيب بقى الوراك معايا بحطها عندي بقى في التتبيله. اول حاجه التتبيله فلفل اسمر على كمون على كاري على 7 بهارات وشويه من الملح معايا، وكمان شويه من البابريكا وشويه من الزيت ما شاء الله. اتاكد ان التتبيله دخلت في كل اللحم معايا كويس جدا. انا خلياه من العظم تماما ما عدا العظمه اللي في الرجل دي بس ما شاء الله، حته صغيره علشان تمسك معايا الورك اللهم بارك. هنا بقى الخطوه دي مهمه جدا. بجيب عندي طاسه سخنه على البوتاجاز، فسيح فيها معلقه سمنه كبيره، وانزل ببصلايه معايا وبهرها بشويه من الملح والكمون والكركم، وكمان معلقه كبيره من هريسه الشطه اللي انا عملتها معاكم قبل كده ما شاء الله. بنزل بقى عندي بطبق رز بالشعريه معايا. الرز ده يا جماعه بايت معايا من امبارح ما شاء الله. اسخنه كويس جدا واديله رشه من الكركم وكمان رشه من القرفه، واسخنه كويس جدا كده مع السمنه علشان يتطعم معايا كويس جدا. شايفين حضراتكم؟ اللهم بارك، روعه وما شاء الله، ومش ظاهر عليه تماما ان هو بايت. بمسك بقى الرز بعد ما بيبرد تماما. الرز مش بتحطيه سخن، بتسيبيه يبرد تماما، وبعد كده بتروحي حاشيه بيه الوراك معاكي، وبأي خله خيط دباره تقفلي عليه حبه من غير اي حاجه خالص، بتروحي ماسكاه وقافلاه كده بايدك من تحت وخلاص خالص. بجيب بقى عندي صينيه هنا بحط فيها حبايه من البطاطس كبيره، وكمان حبايتين طماطم وبصلايه كبيره، بقطعهم كلهم شرائح، وبحط عليهم رشه من المستردة وكمان شويه من دبس الرمان، بخلطهم بقى مع بعض. وبعد كده بحط لهم شويه من الملح والكمون والفلفل الاسمر واحطهم في الفرن. بس بحط لها 1 كوبايه ميه مغليه يا جماعه، واغطي عليها بورق فويل تستوي معاكي وبتبقى زي العسل ما شاء الله. اعمل بقى عندي هنا الكبسه. حله سخنه بنزل فيها بزيت، وبنزل عندي ببواقي الفرخه معايا ما شاء الله، واشوحها كويس جدا كده مع بصله معايا اللهم بارك وليمون جاف ما شاء الله، وبنزل كمان بمعلقتين كبار من بهارات الكبسه، اديهم تشويحه وتسخينه كويس جدا معايا. وبعد كده بنزل عندي ب3 حبايات طماطم انا بشراهم عندي اللهم بارك. شايفين حضراتكم؟ هنا بقى اظبط ايه معلقه صغيره كده من الملح. هنا بقى اظبط معيار الميه معايا كويس جدا للكبسه. اول ما تغلي اروح نازله عندي بكيلو رز بسمتي انا غسلاه ومصفياه كويس جدا ونقعته لمده نص ساعه. اول ما يتشرب معاكي بالشكل ده بتهدي عليه النار تماما وتسيبيه يستوي، ما بياخدش اي وقت خالص. هنا بقى الخطوه اللي بعد كده بجيب عندي 1.5 كوبايه من الزبادي، عليهم 1.5 كوبايه من الميه، ده بديل الحليب. بجيب بقى معلقه صغيره من الكمون والفلفل الاسمر والكاري معايا والملح، وبنزل ببيضه معايا ما شاء الله. دي التتبيله السايله. نيجي بقى على التتبيله الجافه. الدقيق
كوبايتين كبار من الدقيق، عليهم نص كوباية صغيرة من النشا، وكمان رشة من الملح والفلفل الأسمر والكمون. بس كده. بنزل بقى عندي هنا بالبانيه في التتبيلة السايلة كده معايا، واروح حطها في الدقيق، اللهم بارك، اعفرها كويس جدا بالدقيق، واروح مرجعاها تاني للتتبيلة السايلة. ما شاء الله، شايفين؟ لتتبيلة الزبادي. اللهم بارك. شايفين حضراتكم؟ دي بقى الخطوة دي بتدي قرمشة جميلة جدا، قرمشة المطاعم بصراحة، ما شاء الله. ادي انفضها كويس جدا كده معايا. التتبيلة دي يا جماعة مع الدقيق دي انا بكررها كويس جدا مع البانيه والستريبس، ما شاء الله. ادي شايفين حضراتكم؟ هنا بقى بنزل عندي في زيت سخن جدا. اول ما بنزل عندي الزيت بيكون سخن، بعد كده بروح مهديه النار تماما علشان البانيه يستوي معاكي من جوه، بيبقى زي العسل ما شاء الله. شايفين طبقه القرمشه؟ اللهم بارك. بطلعها بقى عندي على مناديل من المطبخ، ما شاء الله. هنا بقى بزود الزيت كمان على الزيت السخن، شايفين حضراتكم؟ اللهم بارك. بكمل بقى الكميه كلها بالشكل ده. هنا بقى بحضر عندي سلطة المايونيز. عندي طماطم مقطعاها وجزراية، وكمان قرن فلفل حامي، ما شاء الله. بنزل بمعلقتين كبار من المايونيز وعصير ليمونة كاملة ورشة من الملح، ما شاء الله. هنا بقى أنا طلعت عندي البانيه وكمان الستريبس، حاجة كده روعة ما شاء الله، خطيرة جدا. شايفين الصينية يا جماعة؟ الحمام موجود والبانيه والستريبس، وأحلى رز تكليه، رز بالكبسة، خطير جدا. وشايفين كمان احنا مش نسينا كمان البطاطس معانا، اللهم بارك. وكده بقى خلصنا الصينية الجبارة معانا النهاردة، خطيرة جدا، فيها كل حاجة، الحمام والستريبس وكمان البانيه وأحلى سلطة مايونيز. أتمنى حضراتكم تجربوها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.